عندنا ملف دائما هاد الناس غالبا انا مازال بعدا في رايي مازال الناس ما صاغوش خبر بان كاين هاد البرنامج اللي دارته الحكومه، وهذاك الشيء باش ارتأيت انني نقسم هذه المعلومه هذه مع المواطنين، حيت هذه المعلومه كتعلق بالمواطنين كلهم، ولكن في نهايه المطاف اللي غادي يستافدوا اكثر هما الناس اللي في وضعيه هشه، اللي في وضعيه الفقر والضعف المادي المالي. غادي نشرح. الحكومه دارت واحد المشروع قانون اللي صبح دابا قانون اللي هو 1872 اللي كيتعلق بخلق واحد السجل الوطني للسكان وسجل اجتماعي موحد. هاد المشروع هذا هو انه كيخص كل مواطن مغربي او اجنبي في المغرب، قاطن في المغرب مقيم في المغرب، تيخصو يمشي دابا للادارات الترابيه ديالنا، يعني الجماعات المقاطعات بعض المرافق خصوها فقط لتلقي التسجيلات ديال الاشخاص. شنو كيمشيو يتسجلوا، تيقول له سيدي انا جيت بغيت نتسجل في السجل الوطني للسكان. اذن هذا السجل الوطني للسكان تقييد جميع الافراد بالفرد. ملي كيتسجل تيمكن له اولا يدخل في واحد الموقع، كيدير المرحله الاولى كيعمر واحد الاستماره. ملي كيعمر داك الاستماره تيعطيوه موعد فين يمكن يمشي للاداره، وتيقولوا لها الاداره اللي يمكن تمشي ليها اللي قريبه لك للسكن ديالك، وغتمشي وغادي تعطي المعلومات اكثر، يعني تزيد تزكي وتغني هذوك المعلومات اللي عطيتي في ذاك الاستماره. من بعد كيعطيوك واحد المعرف، يعني الرقم، واحد الرقم كيعطيوك، بحال اللي كنعطيو الرقم ديال البطاقه الوطنيه عندنا غير واحد، بحال اللي كنعطيو الرقم ديال الضمان الاجتماعي عندنا غير واحد. هذا السجل الوطني ملي كنسجلوا فيه للسكان كيتعطى لك واحد المعرف سميتو معرف رقم المعرف المدني والاجتماعي، كيتعطى لك هذا الرقم. ملي كدير هذه المرحله الاولى ديال تتسجل في السجل الوطني للسكان، كدوز للمرحله الثانيه اللي هي التسجيل ديال الاسر، اللي كتدخل عاوتاني كدير التسجيل فاش تتقيد في السجل الاجتماعي الموحد. المرحله الاولى السجل الوطني للسكان، والمرحله الثانيه السجل الاجتماعي الموحد. هذا السجل الاجتماعي الموحد كتقيد فيه كل الاسر المغربيه، والقانون 72/18 اعتبر بان حتى العازب اللي ساكن بوحده في دارو اعتبره اسره، وبالتالي يمكن له يتسجل حتى هو. ان هاد المعلومات ملي كتجي كتعطيها لهم راه كيدخلوا معاك في التدقيق والتفاصيل ديال حياتك. فين ساكن، واش كتملك الدار، واش ما كتملكهاش، واش جالس في البراكه، واش اقامه اللي استفدتي منها في واحد الشقه اللي تم خديتها في اطار الاستفاده، واش عندك التليفون، واش عندك التليفون المحمول، واش عندك الانترنت، شحال عندك من تليفون محمول في الدار، شحال بكم في الدار، اش كيدير الراجل، اش كدير المراه، اش كيديروا الوليدات، اشنو السن ديالهم، اشنو كيخدموا، شنو نتوما كتخدموا، المستوى الدراسي، واش كتملكوا شي حاجه، واش عندك شي حساب بنكي، اشنو عندك في الدار، شحال من بيت، عندك تلالج، عندك صبانه، عندك تلفازه، شحال من تلفازه، عندك ماريو، عندك الجليش في الارض، عندك الدص في الارض، عندك السيما، عندك كل شيء كيدخلوا فيه بالتدقيق. وكيديروا لك واحد الصوره بالنسبه للاطفال اللي كيتعداو 5 سنين، كياخذوا منك البصمات، وكيديروا لك حتى واحد الصوره قزحيه للعين، يعني بصمه ديال العين ديالك، باش ما يكونش هناك تزوير. وعلاش قلت هاد التفاصيل؟ حيت الناس انتقدوا بزاف الحكومه فيما يتعلق التجارب اللي عرفناها ديال الدعم. مثلا ملي تنتكلموا على الرميد، الناس بزاف تيقول لك شحال من واحد ما يستحقش الرميد وخد الرميد. ملي كنا في ايام الجائحه تيقول لك واحد عنده 2 كراجات وخد الدعم، وانا ما خديتش، انا ما عندي حتى شي حاجه، انا ما عندي حتى حاجه، ما عندي لا خدمه لا دار لا والو، ما خديتش الدعم واحد. اذا باش الدوله تفادى هاد المحاولات ديال الغش، حاولت تاخذ معلومات دقيقه جدا على كل فرد وعلى كل اسره، ومن بعد كيبقى هذا الشيء هذا في واحد القاعده ديال المعلومات اللي عند الدوله، واللي غتخلق له من بعد واحد الوكاله وطنيه للسجلات، هي اللي غتدبر هذه السجلات، وهي اللي غتكون في تواصل مع المواطن، وغتكون تواصل مع جميع المرافق العموميه. واي مؤسسه عموميه غادي تعطي من بعد شي دعم، يكون شي مشروع ديال شي دعم اجتماعي، شي مساعده، اذا غادي تعرف شكون هي الفئه اللي عندها معينه مقصوده ولا هدف ديالها باش تعطي هذاك الدعم. اذا ملي كنديروا هذا المعرف
اللي هو الرقم المدني والاجتماعي، كنعطيوك اذنك ذا الرقم، ذاك الرقم فيه 10 ديال الارقام اللي ما تتعاودش وما تتكررش، عند غير واحد وما يمكنلوش يتزور. يعني خداو جميع التدابير باش يكون داك الشيء دقيق جدا. هاد المعلومات ملي كياخذها في اطار السجل الاجتماعي الموحد، هاد الاداره ملي كتاخذ من عندك هاد المعلومات كتعطيك واحد النقطه ما يسمى بالمؤشر الاجتماعي، كتنقطك. شنو هاد النقطه؟ يعني فينا درجه الفقر راك، واش الفقر رقم واحد، واش الفقر رقم جوج، واش ثلاثه. يعني عندك عندنا واحد المؤشر، ملي غنعطيو واحد الدعم ملي نكونوا قاصدين الناس اللي ما عندهم ما ياكلوا وما عندهمش دخل وما عندهمش امل في العمل وما عندوش امكانيه ديال العمل، اذا خص واحد الدعم اللي غتكون غنقصدوا هاد الناس. اذا غادي نعرف شي واحد النقطه معينه هي اللي غادي تصحاب هاد النقاط، عندنا المرجع ديالهم، عندنا العناوين ديالهم، عندنا رقم التليفون ديالهم، عندنا جميع المعلومات التي تخص بتلك الاسره ولا ذلك الشخص. اذا كنتصلوا به وتنقولوا له حتى الحساب البنكي كيتعطى كمعلومه باش الا كان كيتحول له هذاك الدعم على الحساب ديالو. اذا هاد المعلومات يردوا بالهم الناس، ما خصهمش يكذبوا فيها، خصهم يكونوا صادقين، حيت حنا كنعاونوا بعضياتنا. ياك نتوما كنتوا كتقولوا الناس ما كيستحقوش وخداو، وكونوا صادقين، اللي عنده شي حاجه يقولها باش تكون هاد القاعده ديال المعلومات تكون صادقه وصافيه، ونشوفوا بصح في الناس الا كانت مشروع ديال الدعم، جات شي اداره بغات تعطي شي دعم لواحد الفئه، تكون عارفه راسها كتعطي لهذيك الفئه اللي بصح كتستحق. وراه القانون تعاقب بغرامه ماليه من 2000 درهم حتى ل 5000 درهم اي شخص يعطي معلومات مزوره.